السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معاك أخوكم خالد كمال، على صفحتي على الفيسبوك واليوتيوب. صفحتي على اليوتيوب خارج الملعب. حابب أتكلم معاكم النهاردة في مواضيع كتير بره الملعب وبره أهلي وبره زمالك، وهي حتة الإعلام. ازاي احنا بنناقش موضوع الأهلي والزمالك أكنه سبوبة، ومين يتحسب على مين، ومين يبقى في جنب في صف مين. ففي حاجات كده عايزين نتكلم فيها، تمام، بره الملعب وخارج الملعب. آه، طبعا السوبر المصري وفوز الزمالك على بيراميدز وفوز الاهلي على سيراميكا كليوباترا، اللي انا شايف ان لا كان الزمالك يستحق الفوز على بيراميدز لولا التوفيق وضربات الجزاء، والاهلي اللي يعتبر ما جاش الامارات امام سيراميكا. بس انا مش عايز اتكلم في الماتشات اللي حصلت دي. بس انا عايز اتكلم على الهجوم اللي من الاعلاميين على نادي الزمالك، وتحس ان هو إعلاء كلام يعني محسوب لمصالح شخصية. حاسبين ان هم ازاي ان هم يكسبوا من وراه الترندات ويكسبوا من وراه مشاهدات. زي اعلامي شهير او بيدعي ان هو اعلامي وان هو ميثاق الشرف وميثاق الامانة وكلمته هي الصح وبتاع، ماسك الزمالك اليومين دول كمادة على السوشيال ميديا، وبيتكلم عمال يتكلم ان السوشيال ميديا هي هي السبوبة وهي الذباب الإلكتروني. بس أنا ضد اللي بينتقدوه على صوته أو على بتاع. دي كلها خلقة ربنا ومحدش يقدر يعيب في خلقة ربنا. بس أنا هتكلم معاك كمهنيا، يعني كمهنيا انت حضرتك عمال تقول عمال تجيب في الزمالك وتهد في الزمالك من تحت لتحت وتقلل من قيمة الزمالك، وفي نفس الوقت تقول ده الزمالك ده أكبر والزمالك ده مش عارف ايه. ومرة واحدة بقيت ضد المجلس الحالي بقيادة الأستاذ حسين لبيب. وبقيت في مصالحة مع ألد أعدائك من فترة. وبعيدا بقى ان انت طلعت اعترفت ان انت بتاخد فلوس ومش بتاخد فلوس والكلام ده، ده موضوع واتقفل، وده حاجة ما بينك وما بين ربنا. تمام، بس ما تطلعش ان انت تعترف ان انت كنت بتاخد فلوس وان انت كنت بتهاجم اشخاص او بتهاجم كيان. تمام، وتقول ان ده مقابل شغل. انا ده مش شغل ان انا واحد يجي يديني فلوس يقول لي هاجم الشخص دوت وانا ما اعرفش الشخص ده اذا كان على حق ولا على باطل، وتطلع تقول شغل. بس دي موضوع واتقفل، وده موضوع ما بينك انت وربنا. وايا كان محدش عارف يخش في نواياك. بس ما تجيش ان انت تهد في نادي الزمالك، ما تجيش ان انت تقلل من نادي الزمالك، ما تجيش ان انت الزمالك لما فاز بالسوبر الافريقي واحنا كمشجعين للزمالك او محبين للزمالك او محبين لكيان نادي الزمالك، مش محبين لافراد ولا مجلس اداره ولا لعيبه ولا اي حاجه، احنا محبين لكيان نادي الزمالك زي ما الاهلاويه محبين لكيان النادي الاهلي ومحبين للنادي نفسه مش محبين لاشخاص. فما تجيش ان انت تهد النادي وتقلل من قيمة النادي في كلامك، وتطلع بوشين في السوشيال ميديا اللي انت بتتريق عليها، تمام، واللي انت بتلم من وراها مشاهدات قد كده، وانت بتقدم برنامج تلفزيوني محدش بيشوفه غير مئات بل العشرات اللي بيشوف البرنامج، او حتى اللي بيخش يشوف البرنامج بيخش يشوف البرنامج عشان خاطر يتريق عليك. تمام، فالسوشيال ميديا دي هي اللي شهرتك، السوشيال ميديا دي اللي هي اللي رفعتك فوق وجابتك تحت. ودلوقتي هي المفروض ودلوقتي انت بتحاول ترجع لها تاني عشان خاطر تزداد شهرة، تمام، وتزداد مشاهدات. فان انت تهد في نادي الزمالك، لا، من هنا ورايح هنقف لاي حد يهد في نادي الزمالك، سواء الزمالك خد بطولة ما اخدش بطولة. الزمالك هيظل اكبر قلعة رياضية في مصر، وده لا يقلل من النادي الاهلي.
احنا الزمالك بالنسبه لنا كنادي اكبر قلعه رياضيه في مصر. انت مزعلك في ايه؟ مزعل الناس، مش هقول مزعل الاهلاويه في ايه، مزعل الناس اللي بتحاول تنتمي للنادي الاهلي في ايه. ركزوا معايا في الكلمه، في اللي الجماهير اللي الاشخاص اللي بتحاول تنتمي للنادي الاهلي عشان تكسب ترند وتكسب شهره وتكسب عدد مشاهدات. في بس حاجه عايز اتكلم فيها، ودي انا كنت مستنيها، انا كنت مستني ماتش الاهلي وسيراميكا ده عشان خاطر اشوف ان انت بتقول انا اخباري كلها كلها صدق، واخباري كلها صدق وحقيقه ومصادر واخبار. حضرتك مش قلت اشرف داري الاخبار اللي طلعت في السوشيال ميديا اللي انت بتقول عليها سباب الكتروني، قلت ان هو مش مصاب وده اي كلام وده فنكوش من الفناكيش والكلام ده؟ اشرف داري لاعب حضرتك، اشرف داري دخل ضمن قائمة اللعيبة. اشرف داري حضرتك كان مصاب في الكاحل زي ما السوشيال ميديا قالت. فما تطلعش تقول فنكوش ومش فناكيش وبتاع عشان خاطر تحاول تكبر من الاهلي. الاهلي كبير غصب عنك، الاهلي والزمالك كبار غصب عنك، والاهلي مش مستني حد زيك عشان تدافع عنه. تمام. اشرف دالي طلع مصاب، حرفيا مصاب فعلا. تمام. ما طلعش فنكوش من الفناكيش اللي انت عمال تقول عليه سباب الكتروني. فانت حضرتك بتقول كلام، تمام، معاك في ان انت تحلل اي ماتش، تتكلم في اي موضوع، لكن ما تهدش في نادي الزمالك، ما تهدش في مجلس اداره نادي الزمالك. مجلس اداره نادي الزمالك زي ما ليه حاجات كويسه ليه اخطاء، زي ما ليه قرارات كويسه ليه قرارات مش كويسه. لكن مش هنسمح لك ان انت تهد في نادي الزمالك، مش هنسمح لك، تمام، ان انت تكتب على السوشيال ميديا تريقة على الزمالك. وحتى لو الزمالك خسر السوبر المصري الكرة مكسب وخسارة، انا هشجع النادي بتاعي عشان خاطر يكسب البطولة، ما كسبش البطولة هفضل اشجع النادي برضو. وده لو الزمالك كسب البطولة على حساب النادي الاهلي ده لا يقل من النادي الاهلي. وان انا وان حضرتك لما تطلع في السوشيال ميديا ما تقارنش نفسك بالجماهير. فدي معلومة بس حبيت اقولها. ويا ريت اللي متفق معايا في الرأي يبعت لي تعليق ويقول. اما انت يا رضا العزف فانت دورك جاي بعدين، لسه جاي بعدين. سلام.